ضحكوا علينا وقالوا لنا بلاش تشربوا شاي بعد الاكل علشان هيضرك. اللي هيضرك حقيقي انا هقوله لك في اخر الفيديو. متاكده ان بعد الفيديو ده كلنا هنبطل نشرب شاي فتله وهنشربه كشري كلنا عادي. ايه حقيقه الشاي؟ الشاي قادر يفوقك ويديك كميه الكافيين الطبيعيه اللي انت محتاجها بس بشويه شروط. زي ما هو فعلا بيقلل نسبه المعادن في الجسم لما تاخده بكميات كبيره، هو برضو الوحيد اللي قادر يقلل الكوليسترول بعد ما تكون واكل اكله دسمه وصعبه كده. يعني ما ينفعش نكون لسه ضاربين فول وطعميه ولا لسه اكلين فطير مشلتت وبرجرز وبيتزا وفرايد تشيكن، الوجبه الثمان قطع اللي بنجيبها ناكلها لوحدينا دي، وما نشربش شاي بعد الاكل. الشاي هو الوحيد اللي قادر يطلع السموم من الجسم وفي نفس الوقت يقلل نسبه الكوليسترول في الاكلات الصعبه اللي الواحد لسه واكلها. امتى ما اشربش شاي بعد الاكل واسمع النصيحه بتاعت زمان؟ في حاله ان انا اكون لسه واكل حاجه مفيده، طبق سلطه، كبده، لحمه، بيضه مسلوقه، اللي هو انا لسه واخد شويه معادن وفيتامينات ابني بيها جسمي، اروح انا اضيعها على طول. فبعد الاكل بساعتين تقدر تاخد شاي عادي، بعد السلطه، بعد الكبده، بعد الحاجات الحلوه دي. انما وانت لسه واكلها صبر شويه، خربوش شاي حلو بعد الاكلات الصعبه، وبعدها بساعتين بعد الاكلات المفيده واللذيذه. ليه بقى ما نشربش شاي فتله؟ قلت لكم في اخر الفيديو هقول لكم البوينت دي. لان الشاي الفتله اللي فيه دي الورقه اللي محطوط فيها الشاي دي بتنزل ماده مسرطنه لما ينزل عليها ميه عن درجه حراره 70. فتخيل الميه اللي احنا بنحطها اصلا على الشاي دي عن درجه حراره 100 غلت. فاحنا كده بنسبب لنفسنا ان احنا نحط في الشاي بتاعنا مواد مسرطنه تتراكم مع الوقت وتسبب لا قدر الله في المستقبل. فاحنا في غنى عن ده كله، شاي وميه وسكر، ونقلب ونشرب احلى كوبايه شاي كشري.